طبعا كل الناس شايفه دلوقتي الحال اللي وصلوا الكره المصريه. يعني شايفين دلوقتي منتخبات الناشئين كلهم، منتخب الشباب بقياده محمود جابر اللي طلع من التصفيات في مصر هنا، اللي خسر 3 ماتشات ومحققش ولا جون. ونشوفنا منتخب الناشئين بقياده محمد وهبه اللي فشل برضه في الصعود لكاس العالم. انت عندك دلوقتي جيلين الوقت خلاص ما عادش لهم اي منافسات في الكره المصريه. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، تعيين المدربين المصريين يعني ما فيش فيهم، ما عندهمش اي يعني ايه، ما فيش اي تعليم خالص، ما فيش اي كورسات، ما فيش اي دورات، ما فيش اي رخص تدريبيه خالص. وكاننا بنجرب الناس دي في اللعيبه الصغيره، اللي انا شايف ان المفروض ان اللعيبه الصغيره دي يكون عندهم مدرب قوي، مدرب كبير اقوى حتى من مدرب المنتخب الاول، لان ده اللي هيفضل مع اللاعب، ده اللي يعني اللي هيتعلمه في سنه ده هو ده اللي هيفضل معاه قدام. فطبعا دي حاجة أنا بشوفها سيئة هنا في الكرة المصرية، إن أنت عندك هنا بتعين أي حد، أي مدرب يعني بتجرب على اللعيبة. يعني معلش مع احترامي لمحمود جابر، أنا معرفش محمود جابر ده إلا هو إن هو أبو عمر جابر صاحب محمد صلاح. تاني حاجة محمد وهبة أنا معرفوش، والله أنا معرفوش. يعني اللي أنا شفته تقريبا اللي هو من أبناء نادي الإسماعيلي. مع احترامي لأبناء الإسماعيلي في ناس كتير يعني، كفاية يعني إيه على أبو جريشة ده كفاية. فدي حاجة. تالت حاجة، في أوروبا، بنشوف في أفريقيا، بنشوف في أفريقيا وبنشوف في أوروبا والله، إن المنتخب زي ألمانيا تقريبا يعني أخذ كأس العالم في 2014، وهو أصلا منتخب ألمانيا تلات أرباعه مش ألمان، يعني ناس مولودين في ألمانيا أو والدتهم أو أمهم أو أبوهم من ألمانيا، والجنسية التانية من بلد أفريقية، من بلد عربية، من بلد مثلا من بولندا، وبيلعبوا في منتخب المانيا. فالمانيا اكيد عندها لعيبه كتير وعندها دوري قوي، يعني ان هم ما يبصوش للعبه دي، لا الناس دي بتبص على كل موهبه وكل لاعب ليه الفرصه ان هو يلعب في منتخب المانيا بيضموه. فانت كمصر لما يكون عندك اسماء لعيبه كبيره بيلعبوا في انديه كبيره، زي مثلا هنقول على سبيل المثال عمر عبد المجيد. حد يعرف مين عمر عبد المجيد ده؟ عمر عبد المجيد ده لاعب مصري بيلعب في نادي هامبورج الالماني، وعنده تقريبا عن مواليد 2004، وبيلعب في الفريق الاول، وهامبورج دلوقتي في الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، وهو في السن 17 سنه او 16 سنه بينضم للفريق الاول وبيلعب. فهل حد يعرف اللاعب ده؟ لا محدش يعرف اللاعب ده. اللاعب ده نزل منتخب الناشئين مع محمد وهبه، والمدرب المصري ما اقتنعش بيه. دي حاجه انا مستغربها يعني. فتعرف مثلا اللعيب اللي بيلعب في بروسيا مونشن جلادباخ، مصطفى اشرف، واخوه سيف اشرف بيلعب برضه في بروسيا مونشن جلادباخ. ومصطفى اشرف ده لعيب بيلعب كابتن منتخب المانيا يا جماعه. جينا منتخب مصر مع كابتن محمود جابر، كابتن محمود جابر حطه من ضمن ال 40 لاعب اللي هيصفي منهم اللعيبه اللي هيلعبوا في بطوله افريقيا. فاللاعب ما عجبوش الدنيا فرجع للفريق بتاعه. فاحنا عندنا بنجيب حتى المحترفين بنحطهم في موضع الاختبار. واكيد يعني المدرب المصري مع احترام ليه مش هيفهم اكتر من مدرب منتخب المانيا اللي هو مديله الكابتنه، وكمان لعيب مش الماني، فكون ان هم يدوهم الكابتنه. فالناس دي ما بتبصش للجنسيه، الناس دي بتبص للاداء، بتبص للتكتيك، وبتبص لعقليه اللاعب ان اللاعب ده فعلا قادر ان هو يمثل منتخب المانيا. فهناك في المانيا اقتنعوا بيه، وهنا في مصر مش مقتنعين بيه. عندك لاعب مثلا زي صلاح باشا بيلعب في اودينيزي دلوقتي، معارض الدرجه الثالثه تقريبا في ايطاليا، لعيب مهاجم. انا يا جماعه بشوف ان الدرجه الثانيه والثالثه في ايطاليا اقوى من الدوري المصري الممتاز. مع احترامي للدوري المصري، الدوري المصري اصبح رديء، وادينا شايفين الاهلي والزمالك نتائجهم عاملين ازاي في افريقيا. فالدوري المصري يا جماعه دوري ضعيف، لازم نكون متواضعين، لازم نفكر بتواضع، وفعلا نشوف فعلا ان احنا بقينا بعيد قوي. يعني نشوف دلوقتي الدوري السعودي عندهم كريستيانو، عندهم مدرب ويلفرهامبتون اللي كان بيدرب توتنهام بيدرب دلوقتي اتحاد جدة. عندهم مدربين تقال. بص على اللعيبه، شوف المحترفين اللي بيجيبوهم، شوف الحكام اللي بيحكموا في الدوري، شوف ارضيه الملعب، هتعرف ان احنا بقينا بعيد، وان احنا مسكنا مع احترامي للناس دي، الناس دي
يعني ابعد من ان هم يكونوا ناس بتفكر في الكوره، بتفكر في مستقبل البلد. في الكوره يا جماعه، الكوره دي ممكن تبني اقتصاد دوله. شايفين دول زي البرازيل ودول زي الارجنتين ودول زي دول كتير، يعني من ضمن اقتصادهم قايم على كره القدم. يعني احنا شايفين مثلا بلد زي البرازيل مثلا، نيمار، فيرمينيو، جبريال خيسوس، تياجو سيلفا، ماركينيوس. الناس دي يعني تشارلسون في توتنهام. الناس دي يا جماعه اقتصادها مبني على اللعيبه دي. الاقتصاد بتاع البلد دي مبني على اللعيبه دي، مبني على الناس دي. الناس دي هي اللي بتدخل العمله الصعبه لبلدها. شايفين مثلا بلد زي مثلا الارجنتين، ميسي يا جماعه ده بالنسبه لهم يعني سياحه. انت عندك هنا الاهرامات، هم عندهم هناك ميسي. ميسي ده لو الارجنتين تلاقيه مثلا بيخش عمله صعبه للارجنتين بسبب ليونيل ميسي. في سياح بتيجي مثلا تروح متحف، انا ما اعرفش في متحف لميسي، بس اكيد في حاجات هناك لميسي. فناس ممكن تروح تصور في الاماكن دي، بتدفع دولارات هناك في الارجنتين. فبنشوف ان في بلاد يعني اقتصادها بيتقدم بسبب الكوره. فهنا في مصر احنا لحد دلوقتي مش عارفين نستغل محمد صلاح. لا بالعكس، احنا بنحارب محمد صلاح. احنا هنا في مصر بنحارب محمد صلاح يا جماعه. احنا هنا في مصر بنحارب محمد صلاح. انت متخيل ان هنا في مصر الناس لسه بتشكك في محمد صلاح، وبره في اوروبا الناس شايفين ان محمد صلاح ده واحد من افضل 5 لعيبه، وكان في وقت من الاوقات من افضل 3 لعيبه، وراجل افضل لاعب في الدوري الانجليزي مرتين، راجل هداف الدوري الانجليزي مرتين، راجل نجم ليفربول. نجم ليفربول ايه ده؟ واحد من اساطير ليفربول دلوقتي. فهنا في مصر احنا لسه بنشكك في محمد صلاح. شايف العاليه في لعيبه بتقول لك والله لو كان مش عارف مين احترف كان هيبقى احسن من محمد صلاح زي محمد ابراهيم. لا يا جماعه، الناس هناك بره ما بتقيس بالمنظوره دي، المنظور ده اللي هو لو ولو كان والكلام ده. لا، ناس بتبص ان خلاص ان اللاعب ده عقليته فيما بعد كمان 3 4 سنين اللاعب ده هيوصل لمدى بعيد. واللاعب ده التقدم في يعني في المهاره الذهنيه والفكريه والكوره هيوصل لمرحله اقل. فالناس اصلا بره بتتنبأ إيه اللي بيحصل قدام. طبعا كل حاجه من عند ربنا، بس الناس مش سايبين حاجه للصدفه. الناس عاملين دراسات، الناس شايفين مشروع المانيا، قال لك مش عارف مشروع سنه كام، واخدوا وحصدوا، اخدوا كاس عالم، اخدوا يورو. المانيا والبايرن واخد دوري ابطال اوروبا. يا جماعه ما هو برضو المشروع ده بيفيد الفرق اللي بتلعب في نفس البلد. انت اديك شايف المشروع بتاع السنغال، يعني في اكاديميه اسمها جرانسيون فوت تقريبا، انا مش عارف المنطقه صح ولا غلط. الاكاديميه دي اتاسست سنه 2000. الاكاديميه دي اتاسست سنه 2000. فانت لو جيت بصيت على الاكاديميه دي، كانت بتلعب تقريبا نادي الزمالك. كانت بتلعب نادي الزمالك في فتره معينه من الفترات. الاكاديميه دي هي مش فارق معاها هتاخد بطوله افريقيا، هي مش فارق معاها. هي بالنسبه لها بطوله افريقيا دي ما هي الا باترينا بعرض عليها بطاقتي. باترينا بعرض عليها بضاعتي. هي دي الهدف ان هو بيلعبوا فيه. هم مش فارق معاهم ياخدوا بطوله افريقيا. فالفرقه دي الفرقه دي خرجت من سنه 2000 لحد دلوقتي. خرجوا ساديو ماني، خرجوا خالدو كولوبالي، خرجوا لعيبه كتير زي اللاعب اللي كان بيلعب في واتفورد اللي كان هيروح ليفربول، مش متذكر اسمه دلوقتي. فالاكاديميات دي بتخرج لعيبه لاوروبا كتير. احنا دلوقتي اللي عايز اقوله لك ان تقريبا الرقم الصحيح السنغال حوالي عندها يجي 700 محترف او 900 محترف. انت متخيل الرقم؟ انت متخيل الرقم المرعب يا جماعه؟ السنغال عندها كام محترف؟ يا جماعه احنا اتاخرنا بطريقه صعبه. انا واحد من الناس بيصعب عليا المنتخب اللي وصل له منتخب مصر. يعني احنا كنا منتخب تقيل. دلوقتي مش عارف ايه اللي حصل. انا واحد من الناس حزين على وصول الكره المصريه. ف انت عندك دلوقتي لو جيت بصيت على المحترفين المصريين، كم واحد مسمع بره؟ ما فيش الا محمد صلاح. ما فيش الا محمد صلاح الوحيد اللي مسمع بره. محمد صلاح بس. ف الكرة المصرية في انهيار. الكرة المصرية يا
جماعه احنا بقينا ما عندكش إلا محمد صلاح دلوقتي بره، بيلعب في ليفربول. عندك النني بيلعب في النني بيلعب في ارسنال. عندك عمر مرموش بيلعب في فولفسبورج. عندك ان مصطفى محمد بيلعب في نانت في فرنسا. عندك مين تاني؟ ما عادش عندنا لعيبه يا جماعه يعني، وكلهم مش مميزين زي محمد صلاح. النني شايفينه مصاب اهو. يعني انت تقريبا مثلا لو جيت شفت السنغال مثلا، عندهم ادوارد مندي حارس تشيلسي، تمام. عندهم مثلا عندهم لعيبه كتير يا جماعه، عندهم فرق لعيبه كتير بتلعب في فرنسا، عندهم مثلا سيني ديانج ده حارس مرمى عنده 28 سنه، بيلعب في كوين بارك رينجرز، تمام. عندهم مثلا في لعيبه كتير بتلعب في فرنسا يعني، كل دول قدامي في فرنسا، في نانت بقى، في جرانيت فوت اهو، ده النادي اللي بقولك عليه اللي هو النادي. عندهم كاليدو كولوبالي يا جماعه. كاليدو كولوبالي ده واحد من احسن المدافعين في العالم. كاليدو كولوبالي ده بيلعب في تشيلسي. عندهم واحد بيلعب في نوتنجهام فورست اسمه موسى. عندهم عبد الله ديالو بيلعب في لايزبيج في المانيا، كان بيلعب في باريس سان جيرمان. عندهم بابا سيسي بيلعب في اولمبياكوس في اليونان. عندهم فورموس مندي ده بيلعب في ايمينيز تقريبا، ده دوري فرنسي على ما اعتقد يعني. عندهم لعيب بيلعب في يعني في البلد اللي مش عايز اذكر اسمها. عندهم عبد الله ديالو بيلعب في سي سبورت. عندهم عثمان ديوف بيلعب في الهلال مودرمان. دي تقريبا هتلاقي دي القائمة الأخيرة يعني، الراجل بيدرب تقريبا، كان بيجرب يعني. عندهم لعيبة، عندهم واحد بيلعب يعني، عندهم فودا بالو توريه بيلعب في اي سي ميلان من 26 سنة. عندهم لعيب بيلعب في اندرلخت البلجيكي اسمه موسى نياديه. عندهم لا عندهم يا جماعه، عندهم يعني بونا صار بيلعب في بايرن ميونخ. عندهم ساديو ماني بيلعب في بايرن ميونخ. عندهم مندي نص ملعب ليستر. عندهم بابا جي بيلعب في اشبيليا. عندهم يعني انت متخيل الاسامي. عندهم لعيب بيلعب في ريال بيتيس يوسف سابولي. عندهم لعيب بيلعب في نوتنجهام فورست برضه في الدوري الانجليزي كوياتيه. عندهم انت دلوقتي عندهم ادريسا جايه بيلعب في ايفرتون. عندهم صار بيلعب في توتنهام هوتسبور، عنده 20 سنه يا جماعه، 20 سنه بيلعب في توتنهام. عندهم لعيبه يا جماعه، لعيبه كتير، وكل يوم بيخرجوا يعني. انا بجد يعني احنا ما اعرفش ليه احنا وصلنا كده. عندهم اسماعيل صارد ولا لعيب جامد قوي بيلعب في واتفورد في انجلترا يعني. عندهم دياتيه بيلعب في موناكو عنده 24 سنه يعني. عندهم لعيب يعني تورينو عنده 22 سنه. عندهم بيلعب في ميدز عنده 18 سنه. عندهم لعيب بيلعب في شيفيلد يونايتد عنده 23 سنة. عندهم لعيب اسمه نيكولاس جونسون بيلعب في فيا ريال عنده 21 سنة. انت متخيل يا جماعة الأرقام؟ ولاعيبة ايه؟ لعيبة بتوصل ل 17 و20 30 مليون. اللعيبة دي نواة السنغال يعني، مش هيقفوا عند ساديو ماني، لا الناس دي بتخطط لبعد ساديو ماني. عندهم واحد بيلعب في لوريان عنده 22 سنة. عندهم لعيبه بيلعب يعني في غرناطه في اسبانيا عنده 30 سنه اسمه فامارا مش عارف ايه. عنده كيتا بالدي ده لعيب جامد قوي بيلعب في سبارتاك موسكو الروسي. عندهم الشيخ ضيوف بيلعب مش عارف تقريبا فين. لا يا جماعه عندهم ناس كتير يعني، الناس دي عندهم ناس كتير، والناس دي ما وقفوش لكده. الناس دي مش يعني، الناس دي مش واقفين لكده، لا الناس دي مش مجرد لعيبه بس، يعني لو انا شفت الاعمار السنيه بتاعتهم الافريج بتاعهم من 22 سنه و3 من 10 يعني الناس بخطتين لقدام يعني. اغلب اللعيبه دي كلهم من 23 من 20 ل 24 سنه 25 سنه. الناس دي كمان بقى ايه؟ الناس دي كل البطولات اللي اخدوها في السنغال يعني، هم صعدوا كاس العالم على حسابنا، وعدوا دور المجموعات من كاس العالم، دي حاجه. اخدوا بطوله افريقيا، تمام، والسنه اللي قبلها خسروها من الجزائر في النهائي.
كل ده بمدرب وطني اليو سيسي. اليو سيسي ده راجل كان من نجم من نجوم كاس العالم 2002 اللي وصلوا واخدوا تقريبا فيه الخامس يا الرابع، تقريبا يعني، اللي كسبوا في فرنسا. اليو سيسي ده راجل سنغالي، راجل اخد كورسات. الناس دي بيعملوا حتى مش مشروع للعيبه، لا بيعملوا مشاريع مدربين. كسبوا الكره الشاطئيه وفي النهائي من مصر برضه، تمام. والمدرب تقريبا سنغالي. فريق الشباب بتاعهم اخذ البطوله هنا في مصر وصعدوا كاس العالم، برضه مدرب سنغالي وطني. كل المدربين سنغال من السنغال. الناس عندهم اليو سي وعاملين مشاريع مدربين تانيين يدربوا المنتخب الاول فيما بعد. اليو سي جه وقت مثلا خلاص بقى عايز يمشي، شايفين خلاص اللي ما عادش قادر يقدم حاجه جديده، يجيبوا غيره من السنغال. دي حاجه. يعني انت عندك كل الامكانيات وهم ما عندهمش الامكانيات، بس الناس بتشتغل صح. الناس بتشتغل صح لصالح البلد، وادي شايفين النتائج اللي هنا في مصر. تقريبا حد بقى ايه، اتحاد الكوره مثلا جمال علام ماسك، فانا مدتي 4 سنين فعايز اتنجم في ال4 سنين دول، لا انا مش عايز اعمل حاجه كمان 8 سنين، انا مش هبقى موجود. الناس مش هتقول جمال علام، لا يا جماعه، الناس دي مش بتفكر لاسمها، الناس دي بتفكر ان انا هعمل حاجه هنا واللي بعد بيجي يكمل بيكمل على المشروع بتاعي. مش شرط ان انا في العهد بتاعي النجاح ده يظهر، لا يا جماعه، لا. مفيش حاجه بتيجي من يوم وليله، الناس دي بتشتغل وتتعب. الناس دي بتشتغل وتتعب. يعني ما تقنعنيش ان اللعيب السنغالي عنده الامكانيات ان هو كان يبقى لاعب كبير، لا ما عندوش الامكانيات، ولا عنده ملاعب، ولا عنده اكاديميات، ولا عنده دوري قوي. الدوري السنغالي يعني اعرف لي 3 فرق في الدوري السنغالي، مفيش. هنا في الدوري المصري انت عندك فرق، عندك اكاديميات، بس انت حتى الكوره خليتها بفلوس. يعني مع احترامي للناس اللي معاهم فلوس، اغلب لعيبه الكوره بنعرف قصص حياتهم كلهم فقراء، كلهم مش معاهم فلوس، كلهم بيجوا من الارياف، كلهم بيجوا من الصعيد. هنا في مصر ما فيش يا جماعه، ما فيش يا جماعه خالص. يعني عايز تلعب كوره ادفع فلوس، عايز تعمل اختبارات، لا روح الاكاديميه، اعمل في اكاديميه النادي، ما تجيش هنا نادي الشباب. يا جماعه انا عايز العب في فريق الشباب هنا، عايز العب في فريق في النادي، لا روح الاكاديميه عشان تدفع فلوس. فالناس يا جماعه، الناس ما بتفكرش كده، لا الناس بتصرف على اللاعب لحد ما يجيب للبلد فلوس. انت متخيل مثلا ان ساديو ماني ده مثلا وكولوبالي ومندي واسماعيل صار ولاعيبه كتير بيلعبوا في منتخب السنغال، دول مثلا يخشوا السنغال بقى يلعبوا ماتش وكلام من ده؟ لا، في ناس بتدفع فلوس عشان خاطر تتفرج على اللعبه دي. في ناس بتيجي ممكن تلاقي مثلا حد من بايرن مثلا لابسين شيرتات السنغال بتاعت ساديو ماني، بونا صار، لعيبه كتير. يعني انت متخيل كميه الفلوس اللي بتدخل للسنغال، كميه المنتخبات اللي بتدفع فلوس للاتحاد السنغالي عشان خاطر عايزين يقابلوا منتخب السنغال القوي. فالوقت السنغال بيدفع عليها فلوس عشان خاطر حد يلعب معاه. هم ترتيبهم ال 19 على العالم، احنا كنا في 2009 كنا التاسع على العالم. عملنا ايه بعدها؟ ما عملناش مشروع. كابتن حسن شحاته بيجي لي الشباب بتاعه 2004 اللي اخذ بطوله افريقيا، تمام، مع 3 4 لعيبه من جيل شوقي غريب اللي اخذ برونزيه كاس العالم الشباب. كان اخذ شوقي وشوقي ومحمد صبحي وزدا، لا وزدا ما كانش معاهم، وشوقي، وكان اليماني بس اليماني كان ما كملش. شوقي وميدو، الناس دي كانوا من جيل الشباب، جمال حمزه، وبقى مع عماد متعب بقى وعمرو زكي وحسني واحمد فتحي والجيل بتاع ايه، الجيل بتاع حسن شحاته. كونوا منتخب مع ابو تريكه بقى، مع محمد زيدان كان بيلعب في الدنمارك، مع ميدو كده. كملت بكده وكانت مشت بالصدفه. فانا بتكلم ان احنا لازم هنا في مصر لازم نخطط. ما ينفعش الموضوع يبقى عشوائيه كده. يعني انا شفت منتخب الشباب يا جماعه ما بنعرفش نلعب كوره، ما بنعرفش نبدا هجمه. دي كارثه، انت ما بتعرفش تبدا هجمه. يعني احنا ما بنعرفش نبدا هجمه من تحت من عند الجون للجون، ما بنعرفش نلعب كره اللي هي تشلح وارمي ايد ورجل، يلا العب بالايد ورجل بتاعتنا. فانت عندك محمد الشناوي في النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب على الارض، الكره بتجيله عايز شوط، تلاقي جنب عبد المنعم وياسر ابراهيم هو مصمم يلعب كره عاليه لمين؟ لمحمد شريف اللي هو اصلا مش لعيب هيدرز.
يعني هو محمد شريف اصلا مش مهاجم، كتر خير الراجل مش مهاجم، الراجل اللي بيلعب طرف او تحت الفيرود، مهاجم تاني او مش مهاجم. هنا في الاهلي مصممين ان هو يبقى مهاجم. فاحنا في مصر يا جماعه، احنا بجد الفتره الجايه لو فضلنا على كده، مش هقول لك السنغال هتسبقنا، لا جامبيا هتسبقنا، نيجيريا سبقتنا اصلا، الجزائر والمغرب بقوا عندهم سكواد مرعب مرعب. انت متخيل منتخب الجزائر عندهم مين؟ عندهم ريال محرز، عندهم اسماعيل سليماني، عندهم ضموا الواد اللاعب بتاع واتفورد الباك الشمال اياد نوري، عندهم حسام عوار بتاع اولمبيك ليون ضموه تقريبا دلوقتي، زائد بقى عندهم اسماعيل بن ناصر، لا لا قديورة، عندهم لعيبه دلوقتي بقت تقيله. يعني شوف بقى منتخب المغرب، بقى منتخب المغرب اخد رابع على كاس العالم، هيضموا كام لاعب بقى؟ 3 5 6 لعيبه. بينهم مشكله بين اسبانيا، اللعيب عنده الجنسيه الاسبانيه واسبانيا عايز تضمه، اللاعب دلوقتي بتفضل تلعب في منتخب المغرب لحد ما شافوا الانجاز التاريخي بتاع المغرب. عندهم حكيم زياش، عندهم لا عندهم لعيبه، عندهم ياسين بونو، عندهم يوسف النصيري، عندهم لعيب بتاع مارسيليا اللعيب اللي اتألق في كاس العالم أناحي، عندهم لعيب نايف اقرط بتاع ويست هام، عند الجزائر عندها في ويست هام عندهم بن رحمه، تخيل عندهم بن رحمه وعندهم مراد محرز، وعندهم لعيب اللي كان بيلعب في نابولي مش عارف راح فين دلوقتي. لا يا جماعه احنا بقينا بعيد قوي. احنا في الدوري المصري اللعيب بيعمل الباص، احنا ايه؟ اوه لا لا لا، شفت الباص يا جماعه؟ ده بيلعب عادي، ده العادي بيلعب باص عادي، يعني بيلعب باص مثلا من هو شايف اللاعب من ظهره يعمل باص، اوه بنتفاجئ وتلاقي الاهلي بقى يدفع في 10 مليون والزمالك عايز 20. يا جماعه احنا هنا في مصر بنعامل اللعيبه غلط، احنا هنا في مصر بنعامل اللعيبه غلط. احنا ممكن لعيب ممكن يعمل باص ويشوط شوطه ويجيب 5 اجوان في الموسم ويعمل 3 اسيست، تقول لك ب 40 مليون، يعني دي كارثه، دي كارثه. ده 40 مليون، ده مندي حارس تشيلسي ب 25 مليون يورو. فاحنا هنا في مصر ده كان عندك الحارس بتاع انبي جاله عرض يلعب في ويجن في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه، الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه ده مش عايز اقول لك يعني 10 اضعاف قوه الدوري المصري، اقوى من الدوري المصري. احنا هنا عندنا ماطل وكلام من ده، ورئيس انبي ماطل لحد ما رئيس النادي المصري كامل ابو علي دفع فلوس اكتر من ويجن. دي كارثه يا جماعه، الناس دي بتضيع فرص يعني مع احترامي للنادي المصري ومع احترامي لاي مدرب هيمسك المصري. ويجن مدرب حراس مرمى راجل دارس، راجل هيرفع مستوى جدة السما السما. فلازم لازم على الاقل كل موسم يطلع من الدوري المصري حوالي 10 15 لاعب لبره في اوروبا، لازم قوانين يبقى صارمه، لازم اللعيبه تحترف، لازم الاكاديميات دي لازم يبقى فيها رقابه. المدربين اللي بياخدوا اي لعيب صغير يدربوه هو اصلا ما بيعرفش يدرب، اللي يقول له يا ابني اجري 20 لفه حوالين الملعب وينزل باصي وهنشوط ونعمل تقسيمه، واصلا تلاقيه مدي ظهره للملعب ولا عارف مين بيلعب مع مين ولا اي حاجه، بس اللاعب بيديله الشهريه وخلاص، ويا ابني هنروح نلعب ماتشين وان الله حليم ستار. بس مفيش يا جماعه، مفيش تخطيط، مفيش اي حاجه خالص. احنا هنا لبن سمك تمر هندي، مفيش تخطيط، مفيش اي حاجه خالص، كله على الحماده. فالكرة في مصر يعني انا بشوف في كارثه بتحصل، مفيش تخطيط، مفيش تخطيط خالص. يعني شفنا نادي الاهلي الفضيحه اللي حصلت، نادي الاهلي خسر من سان داونز 5 مع الرأفة وبيلعبوا على الواقف ومستهترين بينا، وخمس اجوان يعني ما يجوش، مع احترامي للنادي الاهلي ما يجوش في فريق متعلم قالب به كوره يعني رقابه، ما فيش رقابه، ما فيش خالص، ما فيش خالص يا جماعه، يعني بجد حاجه هتحزن يعني. ف انا بشوف ان الكره المصريه في انهيار، ولو ما لحقناش احنا هنضيع،
وهنبقى فرجه على كل المنتخبات الافريقيه. لا احنا مش هنقول لك بقى مش هننافس المغرب ومش هننافس السنغال ومش هننافس نيجيريا ومش هننافس الكاميرون. ده احنا مش هننافس جامبيا ومش هننافس غينيا الاستوائيه ومش هننافس جزر القمر ومش هننافس ليبيريا ومش هننافس الناس دي. الناس دي عايز اقول لك ان هم عندهم محترفين دلوقتي هيعدوك، هيقتل منك. ف ده يا اخي، ده توجو كان عندها اديبايور بتاريخ المحترفين كلهم قبل محمد صلاح. اديبايور كان بتاريخ اي محترف مصري قبل محمد صلاح ما يظهر. توجو بلد زي توجو عندها اديبايور بتاريخ اي محترف مصري قبل محمد صلاح يظهر. انت متخيل بلد زي توجو؟ لايبيريا دي محدش يسمع عنها، طلعت جورج واي. انت طلعت مين؟ طلعت مين يحترف بره؟ ده احنا عندنا كان عندنا حسام حسن ورام حسن ومحمود الخطيب ومحمد زيدان وابو تريكه وشيكابالا وبركات وعماد متعب وعمرو زكي ولعيب وحسني عبد رب ومحمد شوقي ومحمد حمص وسيد معوض. والله سيد معوض داخل يلعب في اكبر في نادي في اوروبا، بس عقليه اللاعب عايز يقعد جنب مراته هنا في البيت جنب النادي بياخد ملايين. انا برضه انا لعيب كوره، انا لعيب كوره، ظروف البلد مش كويسه وقدامي اخد في النادي الاهلي 20 مليون وهحترف بره هاخد مبلغ اقل وعبال بقى ما اعمل اسم كام ده، وهنا في مصر معروف احترف ليه؟ الاسعار بقت مبالغ هنا في مصر، بقى مبالغ فيها قوي ومبالغ فيها قوي. ولازم لازم ليه في وقفه في حوار الاسعار. حوار الاسعار ده لازم يكون ليه وقفه، لان في الانديه بتدي فلوس كتير قوي مبالغ فيها وده ما بيشجعش الاحتراف. انا احترف ليه طول ما انا باخد في النادي هنا فلوس كتير وراجل ظابط الدنيا؟ يعني انا احترف ليه؟ ف ادينا شايفين، يعني شفنا امبارح الزمالك خسر من ام بي، ما فيش كوره، ما عندهمش كوره. احمد زي زيزو اللاعب اللي شايفينه الوحيد الكويس في مصر. احمد سيد زيزو يا جماعه 26 سنه، 26 سنه والراجل ما احترفش خالص. فليه يعني ليه لعيب زي ده ما كانش احترف من بدري؟ يعني احمد زيزو اصلا كان بيلعب بره، رجع ليه؟ انا مش عارف. فاحنا هنا في مصر الدنيا بايظه والدنيا خربانه ومفيش مدربين يا جماعه، مفيش مدربين في مصر، مفيش تاني مره، مفيش عندنا مدربين في مصر. عندنا المدربين في مصر بنسبة 99% كلهم تعبانين، كلهم تعبانين إلا ما رحم ربي، كلهم تعبانين. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة عايز أقول لك إن دول، يعني شوف السعودية بقى، نيجي على الدوري السعودي. الدوري المصري زمان كان من أقوى الدوريات العربية من زمان، ايام ما كان في جمهور واللسان كان متقفل، كان المحل بيبقى هابط، كان الاهلي يخسر من المحله راح جاي. طب انت اصلا كون ان انت تروح تجيب نقطه من المحله دي كانت رعب، يعني كان انجاز للنادي الاهلي. انت دلوقتي مش عارف، يعني دلوقتي اغلب الماتشات تلاقي مثلا ماتش الاهلي والزمالك القمه تلاقي مثلا 3000 متفرج، 1000 ونص هنا و1000 ونص هنا. والله بيبقى منظرها عار عار. يعني انت دلوقتي لو جيت قعدت في قهوه وجبت ماتش مثلا النصر والاتحاد ووطيت صوت المعلق وجبت لسان من بعيد كده والتصوير، تقول ده دوري انجليزي يا جماعه، دوري انجليزي. كريستيانو بيلعب في يونايتد لسه بس لابسين اصفر، لابسين ابيض مثلا، او يونايتد بيلبس ابيض ساعات. فالدوري السعودي بقى دوري قوي، الدوري السعودي بقى دوري قوي عكس الوقت الدوري المصري. يعني الدوري المصري دلوقتي ما يجيش ربع او تمن الدوري السعودي. الدوري السعودي بقى منافسات قوية. شايفين اهلي جدة في الدرجة التانية يا اخي، ده الاتحاد السكندري هبط يا عم، لغوا الهبوط. تتكلم في ايه؟ الدوري السعودي ده موسيماني اللي هو يعتبر من اقوى المدربين دخلوا النادي الاهلي بيدرب في الدرجة التانية في الدوري السعودي. ومع احترامي النادي الاهلي جدة، بس النادي الاهلي جدة دلوقتي هبط. كون ان موسيماني اصلا يروح يدرب في السعودية درجة تانية، اعرف الناس دي وصلت لايه. الناس دي وصلت لان هم بقوا مقنعين قوي ان هم ده دوري السعودي درجه تانية اقوى من الدوري المصري دلوقتي. دوري تقريبا اسمه يلو باين، مش فاكر اسمه، تقريبا اسمه يلو. فلا احنا بقينا بعاد قوي، احنا بقينا بعاد قوي، احنا بقينا مفيش خالص.
دلوقتي الانديه الشركات بقت كترت في الدوري، وده بشوفه اصلا مش كويس. يعني ده بيقلل، يعني دلوقتي اصلا حتى لو رجعت الجمهور مش هتلاقي ماتشات كتير اصلا من غير جمهور، هتلاقي ماتشات كتير قوي من غير جمهور. يعني انت دلوقتي لو فتحنا مثلا الدوري المصري، نفتح مثلا الدوري المصري، هنجيب مثلا الدوري المصري نشوف مثلا ايه الفرق، مثلا نعد كام فريق، ايه فريق الدوري المصري الممتاز. تمام. هنشوف بقى الفرق بقى، هنشوف فرق الدوري المصري. الزمالك نادي جماهير، الاهلي جماهير، نادي المقاولين شركات، نادي الاسماعيلي جماهير، فيوتشر شركات، بيراميدز شركات، انبي شركات، النادي المصري جمهور، نادي غزل المحله نادي جمهور وشركه، نادي فاركو شركات، نادي الداخليه شركات، نادي سموحه شركات، نادي حرس حدود شركات، نادي الاتحاد جمهور، نادي البنك الاهلي شركات، نادي سيراميكا شركات، نادي طلائع الجيش شركات. انت متخيل كميه انديه؟ نيجي بقى على الانديه التانيه بقى، وادي دجله شركات، نادي مصر مقاصه شركات، طنطا جمهور، نادي الجونه يعني جمهور، نادي المنيا جمهور، ترسانة جمهور، بتروجيت، الناس دي كلها انديه ايه؟ انديه شركات. فالوقت الدوري المصري بقى يا جماعه كله الوقت انديه شركات. انت تيجي تشوف مثلا الدوري السعودي، لا بنسبه 90% كلهم انديه جماهير، تلاقي كل ماتش تلاقي الاستاد مليان. هنا في مصر ما فيش حاجه الكلام ده، احنا من 2011 لحد دلوقتي ما فيش حد جمهور استاد فيه استاد ملان. تلاقي مثلا الزمالك بيلعب انبي تلاقي فيه 3000 متفرج واصلا التشجيع ما عادش موجود خلاص. يعني حتى الادوات بتاعت التشجيع ما بتدخلش الاستاد. شوف مثلا ماتش الاهلي مع كذا ما تلاقيش جمهور. فدي حاجه اصلا تخلي الواحد اصلا ما يبقاش ليه نفسه إنه يتفرج على الدوري المصري. انت الدوري اصلا المصري يبقى من غير جمهور، يعني الف ب اي لعيب ما بعرفش يلعب كوره مش هيبان. يعني اي لعيب عايز تفضحه حط تحت ضغط جماهيري. والله لو لعيب ما بيعرف يلعب كوره تحت ضغط جماهيري مش هيلعب، مش هيلعب. يعني هيلعب ماتش اتنين يقول لك لا والنبي مشوني، مش هيستحمل. فاللعيب الدولي يعني اللعيب اللي ينفع يروح لمنتخب مصر هتعرفه منين؟ من الدوري المصري ده؟ لا مش هتعرفه من الدوري المصري ده. انت عندك شادي حسين كان نجم سيراميكا كليوباترا، جه النادي الاهلي مش عارف يلعب، مش عارف يلعب ايه؟ ده مش عارف يلعب قصاد 5000 متفرج. انت بالك بقى لو قصاد القاهره ملام بقى. انت عندك في لعيبه كتير، يعني في لعيبه كتير. يعني طاهر محمد طاهر انا لحد دلوقتي مش مقتنع بيه، مش مقتنع بيه، وما يجيش ربع ولا رمضان صبحي. تيجي تشوفه بقى مثلا قصاد جمهور مش هيلعب، مش هيلعب. يعني في لعيبه كتير يا جماعه خلاص مش قادر، مش عارفين يلعبوا كوره. يعني محمد سمير طلع يتكلم، لعيب اللي كان بيلعب في النادي الاهلي زمان، بيقول لك والله العظيم ما في لعيبه كتير في الدوري المصري ما بتعرفش باصي. دي حقيقه، ما بيعرفوش يباصوا. يعني انا ساعات بتفرج على ماتشات الدوري المصري بقعد اقول بيني وبين نفسي هي هم اصلا كانوا بيتمرنوا على ايه؟ هم اصلا كانوا بيتمرنوا على ايه؟ يعني هم بيتمرنوا على ايه؟ لما لعيب بيقبض ملايين وما بيعرفش يباصي، يعني ده بياخد ملايين ليه؟ فالجمهور عدم وجود جمهور يعني انا بشوفه انه كارثه، كارثه. وبيساعد على دمار الكره المصريه، بيساعد على دمار الكره المصريه ان مفيش جمهور. انا مفيش جمهور في الاستاد بالنسبه لي ان اي لاعب هيلعب كوره. لو جبت ممثل يلعب كوره هيلعب في الدوري مفيش جمهور. كانك بتلعب تمرين تقسيمه، اي حد في التقسيمه بيلعب ما بيظهرش. لكن نيجي بقى نبص مثلا على اللعيبه بقى، مفيش لعيبه يا جماعه مميز، مفيش لعيب مميز في الدوري المصري الا اتنين تلاته. يعني لو جينا مثلا على الاهلي هتلاقي اللعيب المميز هو محمد عبد المنعم في الدفاع. نيجي بقى للعيبه اللي تحت المميز شويه، حسين الشحات، احمد عبد القادر. بس هات لي لعيب مميز فيه بعد كده. مروان عطيه وخالد عبد الفتاح لسه جايين، بس في بوادر ان مروان عطيه لعيب مميز، لعيب كويس. نيجي عند الزمالك، يعني دول اللعيبه اصلا انت متخيل، بقول لك النادي الاهلي اللي هو اقوى نادي في افريقيا، انا جاي اكلمك على اقوى اتنين انديه في افريقيا. الاثنين الانديه اصلا اللي بالنسبه لي هم قوام منتخب مصر، يعني 70% من قوام منتخب مصر قالوا الزمالك. فنيجي نبص على الاهلي، انا بقول لك مش طلعت لك لعيب واحد بس مميز خط الدفاع. نيجي عند بقى ايه الزمالك،
الونش في الدفاع احمد سيد زيزو بس. مفيش مفيش انا مش قادر اجيب لك حد مميز في الاهلي والزمالك الا دول. كان امام عاشور واحترف، مصطفى محمد واحترف، ما عادش فيه. بيراميدز رمضان صبحي وعبد الله السعيد، بس عبد الله السعيد اعتزل خلاص دول. هم دول في الدوري المصري بس، ومفيش اي لاعب مميز تاني. مفيش. ممكن محمد الشناوي في الاهلي حارس مرمى، بس هو مستواه الفتره الاخيره زي الزفت، بس محمد الشناوي. ومفيش لعيب في الدوري المصري ده عليه تقول عليه لعيب دوري، ما عندكش. وراه ان انتوا تكتبوا لحد في الكومنتات يتقال عليه ان هو لعيب دولي او لعيب مميز في الدوري المصري. لو في لعيب مميز اصلا كان الانديه الاوروبيه اتخانت عليه. كل لعيب مميز الانديه الاوروبيه، النادي اللي اصلا الانديه الاوروبيه اصلا بتيجي تقول لك يا عم لا لا يا عم انا مش عايز حد يا عم. يا عم ده هيجي يطلبوا لي فيها 20 مليون و30 مليون وارقام مبالغ فيها، لا يا عم مش عايزه. احنا يا جماعه وصلنا لمرحله ان احنا ما عندناش انديه او ما عندناش لعيبه مميزه في الدوري المصري. انت ما عندكش لعيب مميز في الدوري المصري تقدر تقول عليه ان هو لعيب، اللي هو لعيب مميز. فالموضوع وصل لمرحله صعبه. تيجي مثلا عند نتكلم فيه تاني، ما عندكش حد. يعني انت عايز تقنعني يعني احنا بعد محمد صلاح، يعني والله انا جيت بسال نفسي سؤال كده، احنا بعد محمد صلاح هنعمل ايه؟ احنا بعد محمد صلاح هنعمل ايه؟ يعني بقعد اسال نفسي، هي منتخب مصر محمد صلاح، مصر بعد محمد صلاح مصر هيبقى لها يعني حتى يتكلم عنها في الكوره، هيتكلموا علينا في القواضي والمشاكل والفضائح بتحصل في الدوري المصري. لكن مش ده انت عندك منظومه التحكيم فاشله، منظومه اتحاد الكوره فاشله، منظومه الناشئين فاشله. الاهلي والزمالك فاشلين. الاهلي ممكن نجح شويه، ممكن في اخد افريقيا مرتين، بس اخدهم وانا مش مقتنع، اخدهم وانا مش مقتنع بيهم. ماشي. فمدربين منظومه فاشله. ايه تاني؟ ده انت مثلا نيجي مثلا عند منظومه المدربين، بس انا شفت كوره وما بشوفش لا حلمي طولان، طلعت يوسف، طارق يحيى بس خلاص بقى دلوقتي بقى اعلامي، طارق العشري، الناس دي. طارق العشري يمسك سموح، يسيب سموح، يرجع الحرس. مدرب الداخلية علاء عبد العال يمسك انبي، يروح الداخلية، يرجع انبي، يروح الداخلية، يهبط الداخلية، يمسك انبي، يهبط انبي، يروح يمسك استر كومباني، يهبط استر كومباني. عماد النحاس يمسك نادي اسوان، يسيب اسوان، يمسك الشرقية، يسيب الشرقية، يمسك مش عارف مين. وكأن ما فيش الا هم في مصر بيعرفوا يدربوا. يعني طارق العشري مش عارف يمسك. خلاص يا جماعه الناس دي يعني مع احترامي ليهم فيهم كام مدرب كويس، بس ما تدوا فرصه للشباب، ادوا فرصه للناس دي يا جماعه. مش شرط تكون لاعب كوره والله، ده كانوا عاملين لك شرط في اتحاد الكوره عشان انت مدرب منتخب شباب والكلام ده تبقى كنت انت لاعب دولي. مش شرط يا جماعه، مش شرط يا جماعه. يورجن كلوب كان لعيب تعبان، توخيل كان لعيب تعبان، مورينيو كان مترجم في برشلونه. الناس دي كلها اقوى. جوارديولا كان لعيب عادي يعني، جوارديولا كان لعيب مش توب يعني في روما يعني وبرشلونه. جوارديولا كان لعيب كويس، لعيب عادي يعني، لعيب عادي يعني مش لعيب مميز، لعيب كويس. واقوى مدربين في العالم، اقوى مدربين في العالم ما بيعرفوش كانوا يعرفوا يلعبوا كوره. إيه، وحتى المدربين الاجانب حياتنا واقفه على فيريرا، كالدرون، باتشيكو، المدرب بتاع بيراميدز ووادي دجله اللي هو الاصلعاني ده اللي هو اليوناني تاكينز جونياس. الاربعه دول او الخمسه دول تلاقيهم بيمسكوا كل شويه، يمسكوا ويرجعوا، يمسكوا ويرجعوا، يمسكوا ويرجعوا. جاريدو بيقعد يشحت على الانديه المصريه، عايز يمسك الاسماعيلي ويمسك الاهلي، وكل شويه عايز كان طبعا يمسك منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. الناس كلها شايفينها سبوبه وشايفين ان بياخدوا فلوس فوق اللي هم بياخدوه في اي يعني. ده انت عندك كوبر كان بياخد مرتب، راح اخذ في الكونغو الديمقراطيه
اقل منه 5 6 اضعاف. قوه ديمقراطيه. راح جابوا غوبر، والوقت بيضرب سوريا هتلاقيه بياخد في سوريا، يعني كان بياخد في مصر 5 6 اضعاف. جبنا اجيري كان عليه ثواب وكلام من ده، وكنا بنديله مرتب كبير، الله اعلم كان هو بياخده ولا كان بيقسموه. كارلوس كيروش اللي الراجل جالك في مصر عمل لك طفره في الكره المصريه. جاب محمد عبد المنعم قال لك محمد عبد المنعم ده لعيب كوره. جاب امام عاشور، جاب عمر كمان عبد الواحد. فجاب شويه لعيبه. احنا هنا في مصر كان النادي الاهلي كان مودع عبد المنعم اعاره سنتين لفيوتشر. الراجل جه لا قال لهم لا ده في لعيب كويس محمد عبد المنعم مدافع في فيوتشر، حطه يا ابني في قائمه المنتخب. جابوا منتخب مصر لعبوا نهائي افريقيا، لعب كل البطوله واخد واتاخد في احسن 11 في البطوله محمد عبد المنعم. والنادي الاهلي كان مضيع اعاره سنتين. يعني حتى اصلا ما عندناش هنا في مصر مفيش حد مدير كوره، مفيش حد مدير، يعني مفيش حد في مصر راجل مدير رياضي. يعني راجل مدير رياضي يعني ايه شغلته، يعني ايه راجل اللي يتابع الاعراض، يتابع اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين، يكتب تقرير يقول لك مثلا عبد المنعم ده يا جماعه لعيب ممتاز، انا شايف انه ممكن يطلع عرى سنه والاهلي مع يعني يستغله بعد كده. يكتب مثلا تقرير، مثلا يكتب زياد طارق. زياد طارق فين؟ احنا زياد طارق لحد دلوقتي بنقول عليه لاعب صغير عنده 22 سنه، داخل في 23 سنه دلوقتي. يعني في اللحظه اللي ممكن بكلمكم فيها ممكن يكون تم 23 سنه. زياد طارق ده حته لعيب، لعيب جامد، لعيب جامد والله، مع احترامي لطارق واحترام محمد طاهر، وقد محمد طاهر مليون مره على الاقل من النادي ومش هيكلفك جنيه. انت جيت هنا في مصر في الاهلي لعبته بطوله دوري كده بعد ما اتحسب للزمالك وشايلته الليل. لعبوا في ظروف احسن من كده، لعبوا اديله يا عم، يا عم اديله على الاقل، مش هيبقى يعني مش هنستنى منه حاجه، مش مكلفنا في شيء يعني. ما دام انت عم جايب لي طاهر ب 40 و 30 مليون ما تجيب ده. انت جبت لي حسام حسن من سموحه، يعني لعيب مع احترامي لحسام حسن جايبه ب 40 و 30 مليون ليه يا عم؟ انت جايب هاري كين ليه يا عم؟ كان بيعمل ايه يعني في سموحه؟ يعني كان هداف الدوري، كانش هداف الدوري. فهنا في مصر الدنيا بايظه، يعني الدنيا تلاقي اللاعب جايب 4 تجوان وعمل كوبري في ماتش الاهلي والزمالك، ويقول لك اوه لا لازم يجي الاهلي، ده لعيب جامد، ده حكايه. شفت الكوبري اللي اديهوله؟ كوبري يا جماعه، ده ميسي بيتاوب بيعمل كوبري، ميسي هو بيتاوب بيعمل كوبري. فلا احنا عندنا وصلنا مرحله ان هنا في مصر اللعيبه ما فيش خالص، والمدربين ما فيش خالص، الله حكايتهم يعني. وهنا في مصر عملنا كيروش، طب مشيناه عشان خاطر وصل النهائي ووصل لتصفيات كاس العالم. ماتش فيصل مع السنغال ضربات جزاء في الماتشين خسرناهم عشان خاطر خسر من السنغال. انا بقول لك السنغال عندهم يجي حوالي 700 محترف، عندهم لعيبه كتير محترفين بره. انت هنا في مصر ما عندكش محترف. محمد صلاح واحنا متدارين فيه. احنا عايشين في خير محمد صلاح يا جماعه. الدوري المصري ده عايش في خير محمد صلاح، احنا ما عندناش خالص، احنا غلابه. احنا على الله حكايتنا خالص في الكوره هنا في مصر. مفيش مدربين ولا في لعيبه ولا في اي حاجه. مفيش لعيب. هات لي لعيب يعني اقعد كده فكر بينك وبين نفسك كده، خد شفطه شاي وقول لي مين اخر لاعب مثلا عنده 16 سنه لعب في اهلي وزمالك اساسي. مش هقول لك اساسي، اخد فرصه. مفيش عندنا لعيبه عنده 16 سنه لاعب اهلي وزمالك. ده احنا عندنا ممكن اللعيب بيطلع من ناشئين نوديه 70 مليون اعاره ويجي يعتزل في النادي. يعني محمد عبد المنعم ده انا كنت متنبأ له ان هو هيروح فيوتشر سنتين، يرجع فيوتشر، يرجع التجنيد، يروح طلع الجيش، يرجع رايحين مثلا مودينه اعاره مثلا ايه نادي المنيا، فالمنيا يهبط يرجع الاهلي، فالاهلي يقول له لا يا عم شوف لك نادي بقى. الاهلي فسخ عقده، الواد راح طنطا. بس ده كان مستقبل محمد عبد المنعم، لولا بقى ان في مدرب بيفهم كوره، راجل عنده ضمير، راجل عارف عنده نظره للعيب الكوره، راجل السي في بتاعه كبير زي كارلوس كيروش. عمل طفره في البرتغال، عمل طفره في ايران، عمل ثور الكوره في ايران مش طفره. الراجل قال لك لا ده في لعيب لامع في ووتشر اسمه محمد عبد المنعم مدافع. دلوقتي محمد عبد المنعم دلوقتي احسن لاعب في النادي الاهلي، احسن لاعب في النادي الاهلي مدافع. فاحنا مشينا كارلوس كيروش، الراجل كان ممكن تبني على ايده مشروع. الراجل ده كان هيعمل مشروع في مصر، احنا مشيناه. جبنا مدرب فيتوريا، مدرب كويس، بس هل فيتوريا هل انا اضمن ان فيتوريا ده لو ما خسرش من الجزائر مثلا في النهايه هتمشوه؟ هيمشوه. عشان فاحنا لازم نبقى لينا
يعني عندنا واقع، نبقى ايه ناس واقعيين كده على على الارض كده، نبقى واقفين على ارض صلبه كده ونبدا نحاسب. لكن بقاش انا عندي مثلا 4 محترفين ودوري تعبان واخسر من الجزائر اللي عندها رياض محرز وبن رحمه واسماعيل بن ناصر، عندهم لعيبه تقيله، يعني لعيبه تقيله، واجي اقول لك وانا ما كسبتش ليه؟ معلش انا ما كسبتش ليه؟ لا ما ينفعش، الكلام ده مش كده. انت منتخب بلجيكا، احنا لعبنا منتخب بلجيكا تقريبا في 2005، كسبناهم باين 5-0 او 6. انا متاكد، انا فاكر ان احمد يلعب مالك جاب جول في الماتش ده، جاب جول عالمي. وجينا في بعد منتخب ماتش بلجيكا ده، بلجيكا قالت لك ايه، لا يا عم صفي لي اللعبه دي، صفي لي اللعبه دي خالص، وايه وهنلعب بقى ايه، هنبدا على العيال الصغيره، على العيال الصغيره. بلجيكا عملت ايه؟ قامت جايبه شويه لعيبه وقالت ملعب ال 11 ده هنلغيه خالص، هندرب اللعبه دي على ملعب صغيره عشان خاطر يتعلموا المهاره. وقامت قالت لك مثلا ايه، جابت راجل مدرب، ده المدرب هو مدرب منتخب بلجيكا، قالت له يا عم انت تلعب بطريقه ايه؟ قال لهم 4-3-3. قالوا له خلاص. وقاموا رايحين مدين امر كده لكل فرق الشباب في بلجيكا، انت هتلعب مع العيال الصغيره الناشئين، هتلعب بطريقه 4-3-3 عشان ده الطريقه اللي هلعب فيها المنتخب الاول، عشان اللعيب يطلع شارب الطريقه دي بتاسس عليها. قالوا له ماشي. الناس عملوا ايه؟ الناس كان بوست نزل في الجورنان كده ان منتخب بلجيكا عامل مشروع، وجايبين صوره دي بروين وهو صغير، ولوكاكو وهو صغير، وفينسنت كامباني وهو صغير، ولاعيبه كتير، وإريكس بيتسل، ولاعيبه، واخو هازارد تورجان هازارد ومش عارف مين. وقالت لك اللعيبه دي هيبقوا لعيبه عالميه فيما بعد يعني. وحصل وبلجيكا عملت انجاز. بلجيكا قعدت 3 سنين تقريبا تصنيف رقم 1 على العالم، ما خدوش بطولات بس اخدوا الرابع لكاس العالم. بس هم كانوا فين وبقوا فين؟ هم كانوا فين وبقوا فين؟ الوقت شوف بلجيكا دلوقتي هي بتنهار، بس شوف بلجيكا هتعمل ايه بعد كده. بلجيكا هترجع تاني، الناس عندهم مشروع خلص هيعملوا غيره. منتخب المانيا اهو مراحل تحليل وتجديد اهو. المنتخب الالماني عمل مشروعين 3 وانت لسه عاملش ولا مشروع في مصر. يعني عندك بقول لك السنغال عملوا مشروع بيجنوا ثمار دلوقتي، وبيقول لك المشروع لسه لحد 2030. الناس عندهم بقول لك حوالي 700 محترف، منهم 36 محترف تقريبا بيلعبوا في الخمس دورات الكبرى، اسباني وايطالي وانجليزي وفرنسي والماني. انت ما عندكش الا بقول لك احنا مستخبيين وعايشين في خير محمد صلاح. انت ما عندكش محمد صلاح، انت عندك مصطفى محمد بيلعب ماتشين واغلب الماتشات كلها احتياطي. عندك عمر مرموش احتياطي. عندك النني بيلعب بس عشان خاطر لعيب محترم ولعيب محترف، ولعيب بالنسبه لهم اسم كبير للفريق. وعندك مثلا لعيبه كتير، يعني انت عندك ما عادش عندنا لعيب. احنا عندنا عمرو ورده بيلعب في الدوري القبرصي تقريبا، وعندك احمد حسن كوكا، محترفين على الله يعني كلهم. عندك اللعيبه بقى الصغيره اللي هم الناشئين المصريين دول اللي هم عندهم الجنسيه مزدوجين الجنسيه. يا عم لا، عيب يا عم نجيب لاعب ما بيعرفش يتكلم عربي. يا عم ده هنجيبه نختبره، يا عم نختبر مين يا عم؟ ده الراجل متاسس ومتمرن، يعني مع احترامي لاي مدرب مصري ما ينفعش اصلا مدرب مصري اصلا يقف قدام اللاعب ده ويقيمه. قيم بناء على ايه؟ انت قيم بناء على ايه؟ انت اصلا فكرك انتهى من سنه 70. فكرك انتهى من سنه 70. انت ما عندكش اصلا. ده احنا ده انا امبارح بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك وانبي، بشوف الاستوديو التحليلي بعد الماتش، الاستوديو التحليلي قبل الماتش بادئ بساعتين، وبعد الماتش خلص بعدها بساعتين. تيجي تشوف مثلا ماتش في الدوري الانجليزي مثلا بين يونايتد وتشيلسي، تلاقي الاستوديو التحليلي قبل الماتش بربع ساعه وبيخلص بعد الماتش 10 دقائق. انتوا في الدوري المصري بتتكلموا على ايه؟ ايه اللي في الماتش اللي ممكن في ماتش في الدوري المصري تتكلم عليه يجي ساعتين، تقعد تحلل فيه ساعتين، تحلل في ايه؟ ممكن بقى تحلل مثلا ايه بقى؟ هو الواد مثلا الشناوي غمز غمزتين كده في الملعب، نقعد بقى نحلل بقى، نتصل بخالد الشناوي ونتصل بحماه وليه غمز. مثلا عبد المنعم شخط مثلا، فلا نشوف عبد المنعم شخط ليه بقى. هل هو مثلا فسخ خطوبته مثلا؟ اصل مفيش جمل ولا مفيش اي حاجه في الدوري المصري تقدر تقول عليها ان هي فيها جمله. انا عايز اقول لك ان الدوري المصري دلوقتي لو احنا عندنا تقريبا 18 فريق، فمنهم 15 فريق 14 فريق شركات. دي كارثه محدش قادر يعني خطورتها
دي كارثه. والفرق كلها اللي هتصعد السنه الجايه في دوري ممتاز لو هيصعد ثلاثه، اتنين منهم شركات، اتنين منهم شركات، في انديه خلاص هتندثر. يعني بقول لك اهو، الاسماعيلي ده لو ما قدرش يكمل، يعني ما قدرش يقف على رجله اليومين الجايين دول، بنسبه كبيره الاسماعيلي هيهبط. والاسماعيلي لو هبط بالظروف دي هيهبط درجه ثالثه، يعني مش هيعرف يكمل في الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه اصعب من الدوري الممتاز. فانت عندك نادي زي الاسماعيلي ده ممكن يهبط، نادي زي المصري ممكن فيها بعض مثلا يبقى هو اللي عليه الدور. اصل الانديه دي مش هتقدر تنافس انديه فيوتشر. انت شفت الجدول الدوري المصري بتاع الاهلي الاول، فيوتشر وميرز ثاني وثالث، يعني ده حاجه، يعني الناس مش مقدرين الكارثه يعني الموجوده. يعني لولا الاهلي والزمالك دول انديه جماهيريه وعددهم بالملايين، انا بقول لك هيهبطوا. لان دلوقتي الموضوع بقى الانديه دي رجال اعمال كتير معاهم فلوس، معاهم ملايين بيستثمروا في النادي ده. انا ما اعرفش اصلا ايه المستثمر العربي اللي يجي يستثمر في نادي مصري. يعني نادي بيراميدز ده والله ما اعرف هم بيكسبوا ايه من وراه. يعني دوري مصري الارباح فيه اصلا مفيش فيه فلوس اصلا. فده حتى يا اخي، ده ما فيش نادي في الدوري المصري عنده جمهور، عنده استاد، الا نادي الاسماعيلي تقريبا ونادي المصري. دول الانديه الوحيده اللي تقريبا في مصر عندهم استاد. حرس عنده استاد بس طبعا ده مؤسسه عسكريه. طلائع الجيش عنده استاد، مؤسسه عسكريه في تبع الجيش. إيه، مفيش حد عنده استاد. الاهلي ما عندوش استاد، الزمالك ما عندوش استاد. إيه، نادي غزل المحله عندهم استاد تقريبا، بس ما اعرفش هل دي استادات تبعهم ولا تبع الدوله. بس انا بتكلم مثلا الاهلي والزمالك ما عندهمش استاد. انت متخيل مثلا لو الاهلي والزمالك ده عندهم استاد والدوري بجمهور، يعني مثلا لو مثلا مثلا الدوري مثلا بجمهور وفي 50,000 متفرج مثلا، هنعمل تذكره مثلا ب 60 جنيه مثلا. يعني الزمالك مثلا هيدخل له مثلا حوالي كام 3 مليون جنيه في ماتش. انت متخيل؟ يعني انا ما اعرفش جماعها صح ولا لا. انا مثلا اللي انا عارفه ان مثلا الزمالك والاهلي، الاهلي يبقى ليه ماتش، يعني اللي بيلعبوا بعض في الموسم مرتين، ماتش للاهلي وماتش للزمالك. تخيل كل نادي فيهم عنده استاد. فالتذاكر اللي هتبقى في الاستاد في الماتش ده هتخش للنادي اللي هو مستضيف الماتش. فالملعب ده بيجيب ربح للنادي، بيجيب ربح كبير للنادي. واحنا هنا في مصر مستهونين بالحوار ده. احنا بقى لنا من سنه، من اول ما شفت الكوره بيقول لك الاهلي بيعمل مشروع الاستاد. ما اعرفش مشروع الاستاد ده يعمله امتى بقى، مش عارف. الزمالك بيعمل مشروع استاد. قناه النادي، أنا بفتح قناه النادي الاهلي بلاقي فيها طبخ. ما اعرفش ايه الطبخ ده، مش عارف. هل مش ع... هل مش عارف بيتكلموا في ايه، مش عارف. نيجي مثلا في قناه الزمالك تلاقيهم بيروجوا اشاعات على اللعيبه. يعني من يومين مروجين اشاعه ان شيكابالا حالته خطر، وطلع ان شيكابالا اصلا ما عندوش حاجه. فعندك قناه النادي يعني الناس اصلا جايبين ناس ما بيتكلمش في الكوره، ناس كل كلامهم ان هم بيدافعوا عن اللعيبه. ناقص يقول لك الجمهور هو الغلطان. تيجي ملاعب، ما فيش ملاعب. وحتى الملاعب اصلا انت يعني استاد القاهره ده كان استاد الرعب، بقى بالنسبه لي استاد الضحك. عندك لعبنا نادي الهلال في السودان، عندك ناس من الاداريين ضربوا على لطفي على قفاه. هو الناس متجرئين، يعني الناس كلها متجرئين عليك. هم عارفين ان هم هيضربوك في ملعبهم وهيجوا مصر، هيدخلوا فندق 7 نجوم وهيروحوا الملعب فيه 3000 متفرج. فكده كده عارفين انه مش هيحصل لهم حاجه. واحنا مش عايزين حد يحصل له حاجه، عايزين في الاخر ده كوره. دي كوره، وده في الملعب المستطيل الاخضر. وكل واحد يعني ايه، كل واحد يعني يعني اللي احسن يكسب. بس انا بتكلم حتى انت، الناس كلها بقى بتجر عليك، عارفه ان انت ما عندكش اصلا جمهور. يعني انت اصلا اهلي وزمالك بالنسبه لي بيلعبوا الماتشين. انا شايف والله انا لو رئيس النادي الاهلي لهطلب ماتشات النادي الاهلي في افريقيا بره ملعبي. اروح العب في عم في ليبيا، ولا العب العب في الجزائر، العب في تونس، وتونس تستضيف الماتش، والماتش يبقى الجمهور. يعني انا بقول لك اهو، اللي احنا لو لعبنا ماتش مثلا في تونس والمنافس بتاعنا مثلا ما هوش تونسي مثلا، الناس كلها تخش خاطر علي معلول. في ناس كتير بيشجعوا، في ناس جاليه مصريه كتير بره هناك في تونس. والعب ماتش بره ارضي يا عم، بس هلعب بجمهور، اخش جمهور. بل هنا في مصر بدخل 10,000 بالعافيه. ده لو دخلت 10,000 دي بالنسبه لنا حدث دلوقتي في مصر. طب احنا دلوقتي منظم، احنا دلوقتي بنطالب ان احنا تقريبا نستضيف كاس عالم 2030.
تقريبا مع السودان، مع السعوديه واليونان تقريبا. انا بنظم كاس العالم ليه؟ انا ليه يعني؟ انا إيه الحاجات اللي عندي عشان خاطر انظم كاس العالم؟ انا ما فيش جمهور اصلا يعني. انا ليه يعني اضيع بطوله كبيره زي دي احطها في مصر؟ يعني انا ما عنديش جمهور. هنيجي مثلا نشوف مثلا تصوير الماتشات. والله امبارح اتفرج على ماتش الزمالك وانبي، المخرج جايب لعيب من الشنقار والشراب، الهجمه جايه كده من الشراب والشنقار. انا مين اللاعب ده يا جماعه؟ والله ما انا عارف. بس الشراب ده انا مش غريب عليا، الشراب ده مش عارف بتاع كذا. ف احنا ما فيش تقريبا، مش عارف اقول لك في حاجه مميزه الا محمد صلاح. محمد صلاح فقط لا غير، هو الحاجه المضيئه في مصر. وبنحاربه بنقعد نقول مثلا هو ولا حسام حسن، هو ولا ابو تريكه، هو ولا شيكابالا، هو يا جماعه ما تستمتعوا بمحمد صلاح ده. لازم نقارن شيكابالا بابو تريكه، حسن شحاته بالخطيب، صلاح بمحمد ابراهيم. لا محمد ابراهيم ولا كان احترف كان يبقى احسن منه. لا مفيش كلام من ده. هناك في بره ما بيقعدش يقولوا بقى ده لو كان احترف يبقى احسن، لو كان كامل يبقى احسن. لا، هناك اللي قبل المهاره الحاجه العاليه. يعني هناك بره مثلا في تشيلسي مثلا عايزين مثلا يجيبوا محمد صلاح. هو تشيلسي لما جاب صلاح من ليفربول عمل ايه؟ مورينيو فضل يتابعه سنه كامله يشوف اللاعب ده، هل اللاعب ده بيسهر؟ هل اللاعب ده مثلا مع احترامي في الكلمه مثلا بتاع بنات مثلا بيسهر بره مع بنات؟ هل اللاعب ده مثلا مدخن؟ هل اللاعب ده مثلا ايه؟ لعب ماتشين حلوين بس هم دول اللي كانوا حلوين وباقي الموسم بيلعب ماتشات عاديه؟ اللاعب ده مثلا مثلا ممكن يتصل بالمدير الفني بتاعه يقول له هل اللاعب ده يعني بيسمع التكتيك بتاعه، بيقول له مثلا يعني بينفذ تعليماتك؟ بيفضلوا سنه يتابعوا في اللاعب. وزنه بيزيد مثلا بيقل كده، مستواه بيتطور، هل مثلا ارقامه مثلا التهديفيه كذا، بيضيع كام فرصه في الموسم. لكن بنفضل نتابعه سنه. هنا في مصر بنتابع اللاعب ماتشين ولعب ماتش قدام الزمالك عمل كوبري وجاب جون، لا اللاعب ده ب 40 مليون والاهلي يجيبه. نفس الكلام في الزمالك. فهنا في مصر يا جماعه في لعيبه كتير من قيمه غلط. احنا عندنا يا جماعه هداف الدوري المصري بيلعب في غزل المحله احمد الشيخ، مع احترام احمد الشيخ. الاهلي والزمالك ما عنده، يعني الاهلي ما عندوش هداف بقاله فتره كبيره بعد محمد شريف اما اخذ هداف في موسم. الاهلي ما عندوش مهاجم هداف. الاهلي والزمالك، يعني الزمالك ما عندوش مهاجم هداف، الاهلي ما عندوش مهاجم هداف. ما عندناش، ما فيش عندك لعيب مهاجم. ما عندك من بعد فلافيو ومتعب وعمرو زكي وعبد الحليم علي، ما عادش فيها، او اسامه حسني، ما عادش فيها هداف. ما عادش فيها هداف. يعني دلوقتي هداف الدوري المصري تلاقيه مثلا في 40 ماتش جايب 13 جون. 13 جون والله بياخد هداف الدوري المصري. 13 جون وتلاقي منهم 6 ضربات جزاء، ويقول لك اللعيب ده ب 100 مليون. ليه يا عم هداف الدوري؟ فحاجات غريبة بتحصل في الكورة في مصر. حاجات غريبة بتحصل، يعني بنشوف أرقام مرعبة. بنشوف طب ليه يا عم هو ده يستاهل أدفع في كذا؟ اه يا عم يستاهل، ده لعيب جامد واللعيب اللي هو ومفيش زيه، وبيجري سبرنتين في طول الماتش في 90 دقيقة، وبيضيع 80 فرصة. فمش هتلاقي حاجة أحسن من كده. فالكرة في مصر بقت ضايعة بشوفها، وبقت يعني يا جماعة لازم وقفة. لازم وقفة. لازم الناس دي يشوفوا ان هم فعلا مش غلط، اللي هم فيه ده غلط، اللي بيحصل معانا ده غلط يا جماعة. الكرة في مصر يا جماعة كارثة. الاهلي والزمالك يا جماعة ما فيش لعيب مميز في الاهلي والزمالك الا هم 4 5 لعيبة. يعني في الاهلي محمد عبد المنعم اللاعب هو الوحيد المميز، واللي تحت المميز شوية عبد القادر وحسين الشحات. هتيجي في النادي الزمالك مع اللاعب المميز عندهم زيزو وشويه الونش، ومفيش تاني خلاص. ما عادش ايه. مين على الزمالك مميز اللي هم الاثنين دول؟ والاهلي عبد المنعم والشحات وعبد القادر. وعبد المنعم هو اللي مميز، والشحات وعبد القادر تحت المميز. مفيش. مين هداف الدوري المصري؟ يعني حتى مثلا واحد مثلا في سوق تحليلي راجل قبل ما الموسم ما يبدا يقول لك انا اتوقع ان مثلا فلان الفلاني محمد شريف هداف الدوري المصري. مش هتعرف. في الدوري الانجليزي ممكن اتوقع، ممكن عندهم هناك يقول لك مثلا السنه دي انا اتوقع ان هالاند يبقى هداف الدوري، وصلاح ينافسه، وبيبقى صح ويبقى كلامهم صح. وفي الاخر فعلا ده اللي بيحصل، ان هالاند يبقى هداف وصلاح يبقى هينافسه وراشفورد هيبقى ينافسه، لان عارفين اللعيبه دي مستواهم ثابت. لكن هنا في مصر تلاقي مثلا محمد شريف هداف الدوري المصري السنه اللي فاتت 18 جول، السنه دي محمد شريف جايب 3 اجوان والنادي الاهلي عايز يمشيه. ازاي الانهيار في مستوى اللاعب ده في موسم في يوم وليله كده؟ اكيد في سبب.
فهنا في مصر يا جماعه لازم ناس، يعني الناس المسؤولين في الكوره مادام مش قدها يستقيلوا، والناس اللي بتفهم، يعني واحد زي خالد بيومي فين من الكره المصريه؟ الشيخ طه اسماعيل فين من الكره المصريه؟ علي ابو جريش فين من الكره المصريه؟ حسن شحاته فين من الكره المصريه؟ انا واحد من الناس، مش بقول لك بقى اجيب حسن شحاته ونرجع بقى سنه 2008 2006. حسن شحاته ازاي اصلا ما يبقاش هو المدير الفني لاتحاد الكوره؟ راجل يبقى هو المدير الفني للمنتخبات كلها، راجل بقى اللي يعين، راجل اللي يراجع، راجل اللي يقيم، راجل اللي يشوف مدرب المنتخب الاول ده هل يا جماعه الراجل ده كفء يكمل، ولا الراجل ده نمشيه، انا عندي فكره ان احنا ممكن نعمل حاجه. حسن شحاته ده انت لو جبت حسن شحاته اصلا يتكلم جمهور الاهلي يعملوا تعظيم سلام قبل جمهور الزمالك. فين واحد مثلا زي مثلا زكريا ناصر، واحد مثلا زي طارق مصطفى راجل مدرب الزملكاوي، الراجل اللي بيدرب في المغرب، ده ليه مثلا ما يجيش يدرب منتخب الشباب؟ الراجل ده عنده سي في قوي، الراجل ده عامل طفره في المغرب، الراجل ده تقريبا ماسك فريق يعني مش قوي بقى مركز ثالث او رابع. فاحنا هنا في مصر لبن سمك تمر هندي، مفيش كوره في مصر يا جماعه، مفيش كوره في مصر للمره المليون بقولها، ولازم وقفه، لازم وقفه، ولازم نخاف على مصلحه مصر. لان والله 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 انا مش هقول لك احنا مش هننافس السنغال ولا هننافس تونس ولا هننافس الجزائر، احنا مش هننافس جامبيا، مش هننافس غينيا الاستوائيه، مش هننافس الكونغو الديمقراطيه، مش هننافس سيراليون، مش هننافس جزر القمر، مش هننافس بوتسوانا، مش هننافس الفرق دي فيما بعد. الناس دي حرفيا بيتسحبوا في منتخبات كتير عدتك، السنغال، نيجيريا، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، الناس دي كلها عدتك. انت دلوقتي بتعافى عشان خاطر محمد صلاح، 5 6 سنين مش هيبقى موجود محمد صلاح، هل انت بقى جبت البديل لمحمد صلاح؟ انت عايش على الله، انت عايش اليوم بيومه. فلازم وقفه، ولازم وقفه قبل فوات الاوان.